السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البيان الخطير الصادر عن الاتحاد الأوروبي. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت مسلم وجزائري حر تحب الجزائر، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمك بالصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي يتضمن تهديدا مباشرا بفرض عقوبات قاسية على الجزائر وفق ما روج له الإعلام الدولي خلال 24 ساعة الأخيرة، وسط الحديث عن وجود تحريض صريح من مدريد للاتحاد الأوروبي على الجزائر ومحاولة بيدرو سانشيز الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على الجزائر. الأمر الذي يقود مجددا إلى وجود لوبي كبير داخل مؤسسة الاتحاد الأوروبي تسعى للإضرار بمصالح الجزائر. وتأتي هذه التطورات الخطيرة بسبب سياسات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي فرض قيودا اقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي وتعهد بمراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة سنة 2002 التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005. شراكة وصفتها القيادة الجزائرية بأنها غير عادلة نظرا للإمكانيات الجزائر داخليا وخارجيا. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ما زال الشريك الأول للجزائر بنسبة فاقت 50% مع تراجع كبير في واردات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر، إلا أن القيادة الجزائرية وفق متابعين تتجه للتصعيد مجددا ضد المفوضية الأوروبية بسبب سياسات التهديد التي ترفضها الجزائر قيادة وشعبا. وأرجعت المفوضية الأوروبية تراجع واردات أوروبا إلى الجزائر بسبب نظام التراخيص الذي تفرضه الجزائر على الواردات الأوروبية، والذي يكاد يشبه حظرا للاستيراد، قبل أن تؤكد المفوضية الأوروبية إلى أنها فشلت في الوصول إلى حل ودي مع السلطات الجزائرية بالطرق الدبلوماسية، مؤكدة بأنها استخدمت مادة في اتفاقية التعاون مع الجزائر مكنتها للجوء إلى التحكيم الدولي من أجل تسوية الخلافات مع الجزائر العالقة منذ 3 سنوات. وفي نفس السياق، أكد متابعون إلى احتمالية وصول أورسولا فوندير لاين إلى الجزائر للقاء الرئيس تبون والتطرق إلى القضية بعدما فشل مبعوثي الاتحاد الأوروبي بإقناع الرئيس تبون، وعلى رأسهم جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية ورئيس المجلس الأوروبي. وفي النهاية، شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم جديدنا. شكرا لكم.